اجى عندي عاصف في المنام ها، وخططت انا وياه نعمل عمليه. خليل لين جاي هون بنترتك. سامحني يا عمي، أنا غلطان وجاي أصالحك، وإلك علي عمري ما بعيدها ولا بزعلك. خلص يا خلدون خلص، امسحها في الوجوه الطيبة. والله عشان وجوه الجماعة، ولا انت ما بتستاهل، اما هالمرة بدي اسامحك. بس اسمع، حسك لسك بتقعد في الدكانة زي البضاعة. واسمع شرط، لو شمعوت لو رأوت لو كلموت، واذا ما فهمتهاش بالعبراني بفهمك اياها بالعربي. لا سمعت ولا شفت ولا حكيت، فهمت؟ روح جيب الكرسي وتعال تزب جنبي. حاضر يا عمي. طيب يا خلدون، شو صار مع عاصف؟ اتفقت انا وياه ان ننزل على المستوطنة بالليل ونبلش حش كبس ونخلص ونضل طايرين. إيه، الوطن بده تضحية الوطن. هذا الخراف تخرفوش قدام حدا، بكره بتخرب بيتك وبيت كل الحاره. ما توصيش حريص، اكيد صار نص البلد بيعرفوا في الحكي هذا. لا يا ابو السعيد، انا والله ما خرفت حدا، بس لما رحت على الحلاق اكشبر وجهي بكفي شوف شباب خرفتهم. كليت فرح. اسمع يا ابو جهاد، اللي كان كبير البلد خالي ابو مصطفى، ومن لما راح بطلنا نشوف حدا. بدك تعمل كبير او بالجميع اعمل ببلد تاني. عيب عليك يا زياد، شو هالحكي اللي بتحكي فيه؟ هاي المرة راحت هيك، بس المرة الثانية بوعدك مش هيك. وبعدين معك يا ابو زياد ضب ابنك. استنى يا ابو سعيد، وانت ان شاء الله ناوي تفرجيني الثانية الثالثة والرابعة عشان اعرف اخرتك؟ لا انت ولا اي حدا بوجه شنب بيطلع له يمد ايده على ابوي. ولا زياد، أبوك النسوان بتضربه مش زلام. ولا خليل، لولا ابوه كان شو؟ كان ما خلاني أسكر في مزرعة الشهيد البطل أبو مصطفى. كان ما كساش قلبي على عمي حبيبي. كان ما خلانيش أكره أهل بلدي وناسي وربعي. كانوا شو أحكي لكم تحكي لكم عنه. ولا زياد، خذ أبوك وريك لي من هون.